نصير تفضل. تفضل نصير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي نصير الخفاجي، أتصل بكم من أريزونا. يا مرحبا، أهلا وسهلا. أنا إنسان مسلم. ما أسمعك نصير. أنا إنسان مسلم. نعم الحمد لله. من أتباع المذهب الجعفري. اللي هو أسس الإمام جعفر الصادق حفيد رسول الله صلى الله عليه وآله. اللهم صل وسلم على رسول الله وآله. وأنا زوجتي من أتباع المذهب الشافعي. نعم. والحمد لله عندنا أطفال والحمد لله. الحمد لله الحمد لله. يعني من هالناحية ماكو إشكال بين هالمذهب وذاك المذهب. بالفترة الأخيرة طلع علينا شيخ من الحرم المكي يفتي بتكفير أئمة الشيعة بالعراق. وتناغمت معه إذاعة أنا الخليج في هذا الشيء. وسبق الشيخ القرضاوي من مصر أن تحدث عن هذا الموضوع. نعم. فأنا كل اللي أطلبه من عندك ومن مكانك هذا الطيب أن تتوجه بكلام إلى هؤلاء أن يتقوا الله وأن يذكر الحديث كل المسلم على المسلم حرام. صحيح. وأن يذكر الحديث الثاني يقول لا أسألكم عليها إلا المودة في القربى. أحسنت. صحيح. ومن هنا أنا أود أن أقول إنه أما يكفي لهؤلاء الأشخاص أن يطلعوا على التاريخ ويروا لما جرى من أتباع هذا المذهب مما جرى عليهم من بعد الرسول وفي عهد الدولة الأموية صلى وسلم على رسول الله وإلى هذا اليوم. نعم. فكل اللي أطلبه من عندك يا شيخ بكلمة طيبة أن تتوجه إلى هؤلاء الناس أن يتقوا الله. صحيح. وأن يكفوا عن هذه الفتاوى. صحيح. ويحرصوا على جمع كلمة أهل القبلة. طيب نصير. نعم. أكبر أولادك ما اسمه؟ اسمه خالد. إذن أنت أبو خالد. نعم. طيب أبو خالد، بأسألك 5 أسئلة. تفضل. طيب أبو خالد، هل تعتقد أن القرآن كامل أم ناقص؟ كامل. طيب هل تعتقد أن الصحابة كفروا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، ما نعتقد بهذا الاعتقاد هذا. طيب ممتاز. يعني تعتقد أن كل الصحابة مؤمنين؟ إن شاء الله. لا ليس إن شاء الله، بل قطعا، يعني إن شاء الله تحقيقا أنهم مؤمنين. يعني أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة كلهم مؤمنين بالله. نعم. طيب هل تبرئ عائشة رضي الله تعالى عنها وتعتبرها طاهرة مطهرة دون اتهام لها؟ نعم. طيب. نعم. ممتاز. هذا تجديد. ممتاز أبو خالد. ما يجوز. أبو خالد دعني أكمل سؤالين، بقي سؤالان. هل تعتقد أن في أحد غير الله تعالى يعلم الغيب؟ إن الله سبحانه وتعالى. هل تعتقد أن الله وحده يعلم الغيب؟ غيره ما يعلم الغيب أبد، سواء كان ولي من الأولياء إمام من الأئمة، لا يعلم الغيب إلا الله. هل تعتقد ذلك؟ ولا ممكن البشر يعلمون الغيب؟ يعني علي رضي الله عنه ممكن يعلم الغيب مثلا؟ احنا نعتقد انه الله والرسول صلى الله عليه وآله وأئمة أهل البيت، لأنه علمهم من علم رسول الله. يعني لا، جاوبني على سؤالي. هل تعتقد أن أئمة آل البيت رضوان الله عليهم يعلمون الغيب؟ يعلمون ماذا سيحصل غدا؟ نعتقد بهذا الاعتقاد. تعتقد أن عليا رضي الله عنه يعلم الغيب، يعلم ما الذي سيحصل غدا وبعد غد؟ نعم. وتعتقد أن جعفر الصادق سلام الله عليه يعلم ما الذي سيحصل غدا؟ نعم. طيب تعتقد بهذا. طيب هل تعتقد أن المهدي عليه السلام إذا خرج في آخر الزمان سوف يخرج أبا بكر وعمر من قبورهما ويصلبهما؟ ما عندنا بهذا الاعتقاد. ما تعتقد بهذا الاعتقاد؟ ولكن نعتقد أنه سيقيم العدل. ممتاز. سيقيم العدل في الأمة. نعم. بلا شك. لكن هل سيخرج أبا بكر وعمر وعثمان مثلا ويصلبهم؟ ليش أخذتم الخلافة وكذا؟ ما نعتقد بهذا الاعتقاد، ولكن أنا قلت لك شيخنا أنه نعتقد سيقيم العدل وسيفعل كما فعل جده رسول الله صلى الله عليه وسلم. ممتاز. اللهم صل وسلم على رسول الله. طيب بالنسبة لما قلت يا أبو خالد أن هناك من يعلم الغيب مع الله، الله سبحانه وتعالى يقول في سورة النمل:
قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ويقول الله سبحانه وتعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. ما يجوز أن نعتقد أبو خالد أن هناك بشر يعلمون الغيب مع الله تعالى، وإلا يبدأون يأخذون صفات الله لأنفسهم. أنت معي؟ فاعتقاد أن أحدا من البشر يعلم الغيب هذا ما يجوز. اعتقاد مثلا، وأنا يعجبني أنك يعني أجبت بأن القرآن كامل، لأن فيه بعض يعني الناس يعتقد أن القرآن ناقص، وفي سورة الولاية ناقصة، ويعتقد أن ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك وجعلنا عليا صهرك، يعتقد أن هذه نزعت من القرآن. والله تعالى يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وهو يقول لا، ما حفظها الله، بل عبث به ولعب به وأسقط منه وزيد ونقص. فإذا أنت أبو خالد تعتقد أن القرآن كامل، تعتقد أن الصحابة مؤمنين مسلمين، تعتقد أن الغيب لا يعلمه إلا الله تعالى، صحيح أئمة آل البيت سلام الله عليهم نحبهم ونجلهم، وأنا إذا رأيت أحدا من أصحابي أو من أصدقائي أو من غيره من العلماء من آل البيت والله إني أحبه وأجله وأكرمه، كما أني مأمور كما قال الله سبحانه وتعالى في الآية التي تفضلت بها: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. كذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصى بأهل بيته خيرا، فنحن نحبهم ونجلهم. أنت معي يا أبو خالد؟ نعم نعم. إيه، لكن رفعهم فوق منزلتهم البشرية هذا ما يجوز. لما نبدأ نقول مثل ما قالت مثلا النصارى المسيحيون ما قالوه في عيسى، لما قالوا رفعوا عيسى رفعوه فقالوا عيسى ابن الله، ما يجوز نحن نرفع أحد من البيت فنقول هو يعلم الغيب مع الله، ما يجوز. إذا تسمح لي شيخ، تسمح لي أستوقفك؟ تفضل. الرسول عليه الصلاة والسلام اللهم صل وسلم على رسول لما كانت أقوام تجي وتسأله أسئلة، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعلم الغيب، بأنه يأتيه الرسول، يأتيه الوحي ويملي عليه الجواب، ثم الرسول عليه الصلاة والسلام يعرج بالجواب إلى هؤلاء الناس. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كيف كان يعلم الغيب؟ ما كان، هذا ليس علم غيب هذا أبو خالد، هذا وحي يأتي من السماء. يعني أنا بسألك سؤال، المسلمون في معركة أحد أليس قتل من بينهم أسد الله ورسوله حمزة رضي الله عنه؟ نعم. طيب أليس النبي صلى الله عليه وسلم أصيب وخرج منه الدم وقتل 70 من أصحابه الكرام؟ لو كان يعلم الغيب كان بيطلع للمعركة وهو يعلم أنه مهزوم؟ ما يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام. أليس النبي صلى الله عليه وسلم وضعت له امرأة يهودية في فتح خيبر، وضعت له سم في شاة وأكل منها وأصابه السم ومات واحد من الصحابة؟ لو كان يعلم الغيب كان يجوز يقتل نفسه ولا يسمح للصحابي أن يموت بالسم؟ كان ما يجوز، كان يقول يا جماعة سم ما يجوز أن تأكل منه. لكنه عليه الصلاة والسلام هو نفسه يقول ولو كنت، كما قال الله في القرآن، يقول الله تعالى ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. الآن لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل في بعض المسائل أو تقع بعض الحوادث كان يقول لا أعلم حتى يأتيني الوحي، حتى أسأل جبريل. فالمقصود أبو خالد يعني أنا أشكرك حقيقة على سعة صدرك وثقافتك وحرصك على الخير، وأود أني يعني أنبه أبو خالد، لأني والله العظيم أني أحب لك الخير، والله أني أحب لك الخير، وأني والله صادق في هذا، وأحب والله الخير لكل الناس ولك خاصة، لأني أشعر بصدقك وحرصك. يعني اعتقادك بما كان يعتقده النبي صلى الله عليه وسلم، واعتقادك بعقيدة آل بيته الطيبين الطاهرين من إفراد الله تعالى بأسمائه وصفاته، من الترضي عن جميع الصحابة الكرام. علي رضي الله تعالى عنه زوج ابنته أم كلثوم لعمر رضي الله تعالى عنه، ولدت له ولدا وبنتا، وسمى ابنه أبا بكر وابن عمر، قتل مع سيدنا الحسين بن علي عليه سلام الله لما قتل مظلوما واستشهد. وكذلك الحسين سلام الله عليه ورضوان الله تعالى عليه الإمام الشهيد قتل معه من أبنائه عمر وأبو بكر. فكان هؤلاء بينهم مصاهرات وبينهم حب. لا ينبغي نحن أبو خالد نأتي ونبدأ نقول لا والله هذا كان أخذ الخلافة من هذا وهذا، يعني لنجمع قلوبنا كما اجتمعت قلوبهم، نجتمع على الكتاب والسنة وعلى محبتهم جميعا وعلى تعظيمهم وعلى معرفة قدرهم. ووالله لو كانوا بيننا
اليوم لرأيت أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير والحسن والحسين رضوان الله تعالى عليهم لوجدتهم متآلفين متحابين كما كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تسلم أبو خالد وأشكر لك اتصالك، الله يوفقك لكل خير يا رب العالمين.